بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. متابعينا الأوفياء أينما كنتم، موضوع اليوم إن شاء الله سيكون حول حل لمشكلة وضع الأنثى للبيض في أرضية القفص. فرجة ممتعة ودمتم في رعاية الله وحفظه. طبعا في بعض الأحيان يصادف المربي مشكلة أن الأنثى تضع البيض في أرضية القفص. هذا مشكل جد جد طبيعي أخي الكريم، لا يشكل خطورة لضياع الإنتاج أو ضياع موسم الإنتاج. فعلى بركة الله نبدأ. طبعا الإناث التي تقع في هذا المشكل أغلبها تكون بكرية. لماذا؟ لأن ليس لديها أي خبرة في التزاوج أو حضن البيض أو الإنتاج إلى غيره. فلتتفادى لتعالج هذا المشكل أخي الكريم، فأول شيء تقوم به هو أن تغطي أرضية القفص بقطعة قماش تكون سميكة نوعا ما. لماذا؟ لأن الأنثى ممكن أن تضع البيضة الثانية والثالثة والرابعة في أرضية القفص، وحتى تتجنب مشكل انكسار البيضة تقوم بوضع قطعة قماش. هذا الحل الأول. الحل الثاني أخي الكريم، ستقوم بأخذ البيضة البيضة التي وضعتها الأنثى في أرضية القفص، إذا كانت سليمة تحتفظ بها في إناء بحيث تكون به خلطة البذور، تضع على هذا الشكل كما سبق لي وأن وضحت في فيديوهات سابقة. تضع على هذا الشكل وتأخذ بيضة بلاستيكية مثل هذه وتضعها في عش الأنثى. طبعا الأنثى إذا باضت البيضة الثانية في العش فهنيئا لك، لقد تم حل المشكل. إذا استمر المشكل نكرر نفس العملية، نأخذ البيضة الأصلية ونضعها في خلطة البذور، ثم نضع بيضة ثانية بلاستيكية في العش حتى تتعلم الأنثى أنه يجب عليها أن تضع البيض في العش. طبعا هناك العديد من الإخوة يقولون لك إذا جربت هذه الطريقة ولم تعطي مفعول واستمرت الأنثى بوضع البيض في أرضية القفص فقم ببيعها. أنا شخصيا لا أحب هذا الحل. لماذا؟ لأنه حرام تبيع لأخوك المربي، أخيك المربي تبيع له كما نقول سلعة معيوبة، تبيع له أنثى كناري فيها عيب، أو يقدر يكون مبتدئ تكرهه في تربية الطيور، ونحن هنا لتحبيبكم في تربية الطيور. إذا استمر معك المشكل فما الذي عليك القيام به؟ الحل سهل أخي الكريم، وهو أن تأخذ البيض وتضعه في تضعه لأنثى أخرى حاضنة، أو إذا كان لديك صديق يربي الطيور ولديه إناث في مرحلة وضع البيض، يمكنك أن تقدم له البيض إلى أن يفقس بحول الله. أتمنى أنني كنت قد أفدتكم في هذا الفيديو. لقد وضعت لكم استفتاء ستجدونه لكي نختار لكم موضوع الغد إن شاء الله. طبعا أنتم لديكم الاختيار بين موضوعين، قم بالتصويت على الموضوع الذي تراه مناسب، والموضوع الذي يجمع أكبر عدد من الإعجابات إن شاء الله سأتحدث عنه غدا. دمتم في رعاية الله وحفظه. إذا كنت من المشتركين لا تنسى وضع لايك للفيديو حتى تدعمني أكثر لتقديم حلقات أخرى. إذا لم تكن من المشتركين فاشترك حالا وفعل جرس الإنذار. دمتم في رعاية الله وحفظه.